أيها الإخوة الأفاضل، ما زلنا مع خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، واليوم كذلك سنتكلم حول خلق من أخلاق الرسول. وقبل أن نبدأ نكمل أمرا كان يتعلق بصدق، أو كيف كان الرسول يعلم ويؤدب صحابته على الصدق. هناك حكاية لطيفة ولكن فيها حكمة أذكركم به إن شاء الله. برایت عزیز وی هفته جمع بحث حکمت یعنی اخلاق پیغمبر بکن صلی الله علیه و سلم. ایرو اخلاقی که ام بیشن رحمت به کردی جراته گوتن دلوانی معنی رحمته یعنی لنبری کن بحث وی رحمته بکن لسر مسئله راستی پیغمبر صحابی خو وان فیر راستی که دگو راست بین راست خبردم چه جانب حنک ابوناجی بقركا واندگر حتى كين راسي دم راست خبرنا حتى كل راس خبر ندانا پیغمبر در جنبر ندا مسألة كيزوج ورا بيجم إن شاء الله. المسألة أحد الصحابة وهو من الشباب مر الرسول يراه وهو يخرج من المدينة يقول إلى أين تذهب؟ يقول ضيعت جملي أبحث عن ناقتي يعني. فالرسول يقول خلاص، ولكن هو في الحقيقة ذهب حتى يجلس في مكان والنساء يذهبن إلى الماء، وهو يريد أن يتزوج بواحدة فيريد أن يراها من بعيد كيف مشيها وشكلها، وهذا أمر إسلامي تنظر إليها. فهو يستحي أن يقول أنظر إلى المرأة، ولكن يقول بحثت عن ناقتي يعني. فالرسول يقول خلاص. بعد يومين ثلاثة يراه يقول هل وجدت ناقتك؟ يقول لا. يستمر كلما يراه الرسول ويذكره يقول لم أره، يقول قد مضى عليه عام، ولكن يقول أصبحت أستحي أن أرى الرسول وهو يسألني وهو قد أخبر النبي بشيء غير صحيح. ولكن يقول مرة من المرات دخل النبي إلى المسجد وأنا أصلي، فاستحيت أن يسألني مرة أخرى فطولت الصلاة ركعتين وستة وثمانية وهكذا. يقول فأتى النبي وجلس بجنبي قال لن أذهب إلا أن تسلم حتى تسلم، بعد ذلك أنا أذهب. فيقول خلاص أنا قرأت التحية وسلمت. يقول قال لي هل وجدت ناقتك مرة أخرى؟ يقول يا رسول الله والله الصحيح هو أني كنت أبحث عن امرأة وأريد أن أنظر إليها، ولكن استحيت أن أسألك أو أن أقول لك أني أبحث أو أريد أن أنظر إلى المرأة، فقلت الناقة يعني فاستحيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلاص لن أسألك بعد اليوم، فما دمت عدت إلى رشدك وقلت الصحيح لن أسألك مرة أخرى. كذلك النبي كان لطيفا مع صحابته، ولكن بحسن المعاملة يعلمهم على أن ينطقوا بالكلام الصحيح صلى الله عليه وسلم. حكاية لسر راستي پیغمبر چاو صحابي وخين راستي ذكر باش قدري كن پیغمبر حنك اشتكر يعني. روجا كي صحابي كي پیغمبر وید دینه ابقیش مدینه درتی عالی در وادا چه مدینه ای وقتی گند بو اندشته کی بچوک بو پیغمبر بید کدات چیز بی صحابی راد بده والله دوا من هندابیه چم دوا خود گرم دوا زانن چی هندابیه لید حقیقت خدا دوای هندا نبیه دچل سرت خوازه بسکنه جن دچن آوه دلیوی کتیه کچک یاش خوازه قیزه کی بخوازه دوی جبرات دمشست تماشا کم کوره سقط زانه بمشا قوت ضعیفه جبانه گوش خود تماشا بکه و هرش باوی را بجد خوازم قیزه و رابزه وجم خوازه تماشا که و که آنانا چن قهوه و بارا و کافتریا و ریا و مهکی به هورا دمها ناگرن دمشیت گو تماشا کم راست آن سقط کور قوت هیتنه یک پیغمبر جرا وصاد بجا ویجی فدید که بجا اتخوازم تماشا جنیب کم دوی دوام من هندابیه دوام من هندابیه تمام دوی تبدینه دوی سه چهار درباسو پیغمبر مدی گو تدوا خودی گمگو نایا رسول خدا الله من ندیدیه ور حاصل روکی دو مهکی دم دوی چه قامت نج من سوال که تدوا خودی ادوجه میجا ندیدیه دوی سالک سرداد شو روکی الجامعه لمشت که دوی پیغمبر تی ساعت من هر دوی عیب کرد جار کادش من سوال که ملمج خود درش کرد درکعت و 4 و 6 و 8 و سلام نادم دوی پیغمبر هات که لکم رونش گودنگی خبلین کرد گو حتی سلام ندی ناچم دنگی خبلین کرد گو حتی سلام ندی اجبر ناچم از آل سکناندی ملبر والله دوی داویا دایم سلام دا مجبور سلام دا دوی جمرا گو تدوا خودی دوی مگو یا رسول خدا والله دبا ما بتنه بحال و مسئله کی متخواست تماشا قیزه کی بکم او قیزه انج من عیب کرد از بجم جوانه جنیه چوملوی مگو دبا من ادبی تمام مادام تا کلمه راست مرا گو اجاره کادیش تا سوال ناکم بوی اخلاق نرم بوی بازار خوش
پیغمبر صلى الله عليه وسلم صحابي هين راستيشت كده بيجي برد بيرا مدابه. طبعا الرحمة صفة واسم من اسم الله عز وجل، الرحمن الرحيم كلمتان معناه الشفقة على شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يصفه بالقرآن بأن بعثته كذلك رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله عز وجل يبين للناس بأنه أرسل هذا الرسول للعالمين وليس للإنسان فقط أو للمسلمين أو للجن، للعالمين. الله عز وجل أرسلهم رحمة، لأن المسلم حينما يتعلم أخلاق الرسول يرحم كل شيء حوله. فأولا الله عز وجل يصف رسوله بأنه أرسله رحمة، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يقول إنما أنا رحمة مهداة. الله عز وجل أهداني لكم وكالرحمة أنا أهديت إليكم رحمة. شوية طريقة حجي، الطريق هذا طريق لي مفتوح. أيوة رحمة معناه بكرديت بجند لوفاني. خدای عز وجل رب عالم پیغمبر خوش بون رحمتش انسان راشان دید. قرآن پیروز دا آیت کی هی خدای عز وجل آن رب عالم بيجا من تجبون رحمت شان دیه، تجبون رحمت جبون انسان شان دیه. حتى پیغمبر خود بيجا عليه الصلاة والسلام رب عالم مجبون رحمتش وراشان دیه. از رحمتك ما رب عالم من هدیه جبون وشان دیه. يعني اف پیغمبر هانه دا شاندناوی نه رحمتك يا جبون مسلمانا یا جبون میرا یا جبون جنا یا جبون زنگینا یا جبون انسان ابتن جبون تشت كتي قوتن عالم تشت برح او تشت برح. خدا بي پیغمبر شاندي لورا امته بي پیغمبر دما كفر بي اخلاق پیغمبر به بازار ای به هر تشتی را خوش به انسان را به حیوان را به دارا را به معصیه را به گیا را به آویرا به هر تشتی را بازاروي خوش ببه معامله باش ببه إبقى رحمة جبونيوان. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يبين بأن الله عز وجل أرسله رحمة، وهو كيف يحاول أن ينقذ الناس من النار، يبين كيف يحرص عليهم. هذا كذلك من الرحمة، الله عز وجل أرسله رحمة وهو يحاول أن ينقذ الناس. فحديث طويل يقول هناك مثلا رجل يشعل النار وترى الحيوانات صغيرة يأتي ويلقي نفسها بالنار، فيقول أنتم هكذا تريدوا أن تلقوا أنفسكم في النار ولكني أقف في طريقكم وأمنعكم من النار. فيقول هكذا، فجعل ينزع هنا هذا الرجل ينزع الناس من هذا النار ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم هكذا عن النار وأنتم تقتحمون. يقول أنتم تحاولوا أن تدخلوا في النار ولكن أنا أمنعكم، يقول لا تدخلوا في النار. هذا هو الرحمة. الرجل يريد أن يضر بنفسه ولكن ترى رجل آخر يقول يا أخي لا تفعل هكذا، وهذا العمل يستمر. يعني لا يقول لك مرة ومرتين وبعد ذلك يقول اذهب ما تفعل، لا يقول سأحاول أن أمنعك إلى أن أستطيع، إلى أن تموت أو أنا أموت أو يقضي الله أمرا وهو يريد، ولكن أنا سأستمر في الدفاع عنك وأمنعك من النار. هذا الرحمة الكبيرة الموجود عند الرسول صلى الله عليه وسلم. رحمتك پیغمبر خدا عز وجل بحث که پیغمبر وهاد بجد به تدی آگر وقتی که مرد در آگرت که زهاوینه هنکی حیوان بچوچو کنه مش کرمش سینک سیوری سینک تید کبن آگر شوتینن مثلا زمستان يعني هاوینه کلام باید بید کبن و تماشات کن حیوان بچوچو قاتنه پیوا زلقینه شوتین هنکی حیوانه فعما شواتنا کن تاخد داوین آگر. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبیجه وند چند خوازن خبابین آگر و نه به ایمان خوازن هرن از تیم بقرکاوه دگرم و کاشت کم وند خوازن از بقرکاوه دگرم از نایلمون هرن بکبن آگر جهنمی. اف کلمه آنه معنوی چیه؟ چما پیغمبر وهاد بیجه ج اصرار زیده، ج صبر زیده، ج حس کرنا زیده که انسان حس که مجادلت که جارکی دو 20 50 100 دبی از محاولات كم كنت نكبي آگر جهنم دانا شوتي. مثلا إيرو هناك إنسان هنا دجارة نصيحتك كل ذات كن دعوية دبي دعما كيف تزانت خوزي هرا جهنم تمارا خرات كي تزرار الديني. فقط پیغمبرك وخدي وجبان رحمت شاندية
افتشتي عن الجمويتنا دبين اس قبولناكم ازي مجادله بكم ازي محاوله بكم ازي زحمتها خبدينم كحتى ربي عالمي قرار كده تدمري ادمرم شوات بالي ازي هر مجادله بكم جبوني كنت ناتشي جهنم دانا شوتي شقا رحمتك امازن ددلي في بيغمبري هاني دهيا. طبعا رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس ليس خاصا بالمسلمين ولكن كذلك بالناس وجميع أصناف الناس. يرحم الكبير يرحم الكبير. مثلا في الصلاة هناك أمر نبوي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بالناس فليخفف، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. لماذا؟ هناك رجل كبير في الصلاة، معك رجل كبير لا يستطيع أن يبقى على رجليه كثيرا، لا يستطيع أن يقف في الركوع كثيرا أو في السجود، مريض مسكين، ارحمه. وأنت في العبادة الرسول يأمرنا بأن نرحم بعضنا وإن كنا في العبادة، ارحم الذي معك من الكبار. فهذا من أوصاف الرسول. يرحم الصغار. الرسول يصلي بالناس يسمع بكاء الأطفال فشفقة منه وعلى الأم فيخفف في الصلاة، يقول أنا أعرف الوالدة قلبها على الولد فأنا أريد أن أخفف، والوالدة قلبها على الولد حتى الولد لا يبكي كثيرا، وحتى الولد تحافظ، حتى الأم تحافظ على خشوعها في الصلاة. الرسول يخفف حتى يسلم بسرعة والأم تعود إلى ولدها. الرحمة بالشعب الأمة هكذا. پیغمبر صلى الله عليه وسلم رحمته بإنسان نما جبونه بسلمان ابتن جبونه هر إنساني، ولكن چند نقطة بيجن رحمه این سر اختیار پیرامیر اوی عمره وان مازن. مثلا ایرو ولا تماشات کی ولا یاد بهش خون اختیار برا بمره جا كيف هاي زانه يعني دلميجي بخدا جي پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام دليوي بإنسانات شوته دبي وقتك والمشكر لميجا خو سفك بكن سفك أبي كجوات شوية تركي والمشكري الجامعة ما تركي لميجا وان نسفك سفك يعني بر سفك تفاتحي خلاص ناكي أو تون ركوعي ناوك وان سفك فقط نكت ياسين شريف بخيني ياسين سيچار بلالو يعني صورتك نورمال بزن با اختيار بتره هنا عمري وان مازن هنا نخوش هنا لو ما پیغمبر وقت كل مشت كر لميجا خو سفكت كر حتى شكايت باتا بغوتا لميجا فلان كسي درجة پیغمبر عاجز تبو تقول لميجا خو سفك بك برا انسان عاجزي ندينن لميشت كي برا پشتاوية زكيوية سريوية جيكي وديشه بيرا نكارب سنة تخوازه هرا توالته آگهدار خوبن زول لميجا خو خلاص کن لسر زاروك الرحمة يبزاروك هات زاروك تدیم جامعه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ای وقتی جن و میر تفت هاتن جامعه دایک هاتن زاروکی خوی بچوک جی دیگر خود آنین جامعه ای زاروکی بچوک یک سالیه ششمه دمه دگرین وقتی دنگی گرین اوانچه پیغمبر علیه الصلاة والسلام لمیجا خوین کی سفکت که زود که یعنی دبی ادزانم دل دایک اب زاروکی وان وایه دبی جا زاروکیم دگری زود خوازه سلام بده جبان زاروکی خود بردل خوی بده سکناندن جبروی هوای لمجا خزود که حال بو که پیغمبر وقتی که سر خل مش بکره ماشاءالله نیف ساعت و ساعت که دمشت کریانه اما بلاکم جماعتی تخواست لمش بکه و ملت هاته اختیار و نخوش و زاروک بون پیغمبر لمجا خو سفکت که دگو اوامر لمجا و درج نبه. حتى مرتبط بهذا الامر في العباده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في العبادة كذلك يأمر الصحابة أن يخففوا كما ذكرنا الصلاة، وهناك صحابة يشتكي إلى الرسول يقول نحن نؤخر أو نتأخر في صلاة العشاء لغاية ما يفوتنا صلاة الصبح، فالرسول صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة ويعطيهم درسا عظيما. هكذا يقول الصحابة فما رأيت رسول الله في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجاوز أو فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير. وهذا الحاجة لأن الرسول يغضب غضبا شديد حينما واحد يشتكي يقول الإمام يطول ويفوتنا أعمال أو لا نلحق نستريح حتى نذهب إلى صلاة الآخر، فالرسول يغضب غضبا شديد ويقول لا تعملوا هكذا، أنتم بهذا تصرف تنفرون أي تبعدون الناس عن العبادة وعن المسجد، لا تفعلوا هكذا فليكن صلاتكم خفيفة. بمعظم التصرفات حينما نصلي بالناس فعلينا أن نلاحظ بيننا هناك رجل مريض، رجل عنده حاجة،
رجل عمره كبير، رجل يحتاج إلى أن يذهب إلى الحمام، فعلينا أن نخفف. ولكن إذا طولنا، وهناك مصيبة عند بعض الأئمة وبعض الأشخاص الذين يصلون بالناس، إذا صلى بالجماعة يطول، يقرأ سورة التبارك، يقرأ سورة الياسين، وإذا صلى للنفس يقرأ إنا أعطيناك الكوثر. وهذا عكس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول. ما شاء اقرأ بقرة، اقرأ آل عمران لنفسك، ولكن إذا صليت بالناس خفف القراءة. لاحظ من معك من الناس. پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام دبی روزه کی هات شکایت کرد، گویا رسول خدا والله فلان کس پیشه ملمشت که پریال میجا عیشه درشت که هدی ام زحمت حتام خلاص دکنو ام دچن مال اللي میجا سرس بی لمت شه يعني. و میسانه گندی یعنی کارکر عامل عیشت کن خبتن. پیغمبر دبی صحابیه توب کر و عاجز تبه او صحابیه في حدیث دبیجه من قد ندیت یکوب جارکی پیغمبر او خاص عاجز بیه پر عاجز تبه. و دبیجه قالوا انسانه هنك جوان ملتج اسلام صار دکن، هنك انسان وتشتاد كنكم ملتج دين خاده دور بكبه دما وملات را لميش تكون دبن امام لمي جواب را سبك به او قصادريج نكن واتيكم سريخ لميش تكن وش قصادريج تكن بكن. إذا جانا مصيبتك هناك مسلمان ملمش تكن كب جماعتي لميش تكن دريج تكن دكن سورة بقرة أن أبي مازن قرآن ده ويد خوينن واتيكم سريخ لميش تكن إنا عطينا أنا أبي بتشوك تخوينه يعني. حال بكي سنة پیغمبر دبي دما كواب جماعتي لميشكر براسبك به دما كوا جخرا لميشكر تشقى صدرجتكي بك. كذلك الرسول من رحمته بالناس يمنع الصحابة أن يشددوا على أنفسهم لوحدهم، كذلك يقول لا تفعلوا هكذا. هناك مجموعة يأتون ويسألون عن عبادة النبي، وبعدما يتعلمون واحد يقول خلاص أنا سأصوم كل يوم، الثاني يقول سأصلي كل ليلة، الثالث يقول أبتعد عن النساء. الرسول يجمعهم ويقول أنا أصلي وأنام، أصلي وأنام بالليل، أصوم وأفطر بالنهار، ولي نساء، أنا متزوج يعني. وهذا سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يشدد عليهم يقول لا تفعلوا هكذا. هذا كذلك من الرحمة بالناس. لو لم يكن هذا الرسول قد أرسله الله رحمة للعالمين لكان قد شدد عليهم كثيرا. خلاص أنت بدك تصلي كل ليلة لازم تصلي، تصوم صم، ولكن الرسول رحمة بهم لأنه يعلم بأنه في المستقبل لن يتحملوا، يقول خففوا عنكم. رحمته پیغمبر صلى الله عليه وسلم بإنسان پر رحمته كما زنبو دري بإنسان تشوتي. روجك سيحب صحابتين دبي مهرن جاج مالات پیغمبر جني سؤال كن عبادته لميجه پیغمبر چوه تين سؤال كن اهل ميجه روجيه شخوات بين ياد بي او پیغمبر خدای گنی عفو کری او خاصه لميجه که ایمش کنم گناه کارن ام نه پیغمبرن گناه ما يعني ام گناهات کن یک دبي حيره يدي ازي هرو روجي بگرم چونکی پیغمبرك او خدای از گرد ها پر بگرم یک دبي زيدي هر شب لميج بكم اوه سياد دبي يدي از دست خود جناب شوم علاقه منو جناش هبنينه دچه گوی پیغمبر وان توبت که صحابیه دبی بنی از روزی دگرم او جانج روزی خود خم نه رمضان سنت يعني از بشب لمجید کم اتکبم خوجی او جنه مجی هنه زوجان دیمه يعني هاي وجوه هبه لسرخون نجدينن صبي اجوارا گران ورا و نکارن جبنی دارابن ابیا رحمتك او قماصنه تبار ملت سبك بكي تنايلي وان انسان هانه بار وان گران ببه. رب العالمين براستی بی پیغمبر آنه پر ذاته کی پر مازنه لأم گره قیمتا ویزان بن. أمر آخر لو أتى إلى النبي رجل واعترف بأنه قد خطأ وهو يعترف بأنه أخطأ، الرسول كان يخفف عنه لا يشدد عليه. خلاص فما دمت قد اعترفت خلاص يخفف عنه. حكاية مشهورة الذي يقول جامعت زوجتي في صوم رمضان فهو يقول الرسول يأمره بأن يصوم شهرين يقول ما أستطيع. إطعام 60 مسكين يقول ما في عندي. تحرير الرقبة ما في عندي. وبعد قليل يأتي أحد الصحابة بمقدار بكمية من التمر فالرسول يقول خذ هذا وزعه على الفقراء، فهو يقول والله لا يوجد أفقر مني في المدينة، أخذ إلى الأولاد أكل مع الأولاد. فالنبي يضحك، شو كان خفف عنه.
لو كان واحد آخر يقول عليك أن توزع وإن تمت، أنت تجامع الزوجة وما تصوم وما تفعل هكذا وبعدين تأخذ التمر إلى البيت، لا أقبل، وزع. ولكن النبي يضحك يقول، يعني كأنه يقول الله عز وجل رحمه، رجل كبير في السن ما يقدر يصوم مرة أخرى ولا يوجد عنده مال، والذي أتى فليوزع على أولاده، يضحك. هذا الرحمة، الرسول الذي أرسله الله رحمة للناس. رحمة پیغمبر به گناهکاراجی انسانی که گناه و کمانیت کن رحمة پیغمبر چقدر بوان پره. مثالی که صحابه کی ته دبی یا رسول خدا والله از کتن یعنی جنا خورم علاقه ملو جند رمضان ذکری یا تبروجی حرامه. دبی هر دم ها روجی کرد دبی ولی از نکارم روجی بکرم. دبی حبدی کوله کی بستینه دبی پره میجتنن. خارنه بده شست حف فقیر دبی پره میج نز بدم. تشکی متنم کیف آخوشی کریه یعنی. مالا اختیار پیره. پاشه دبی صحابی که این که خرماتی نمی چند کیلو خرمک کی تینه صدقه پیغمبر دبی داویه بر فقیر بلاکه. دبی والله من فقیرتر جی کس کتنه. از فقیرم زارو کیم فقیرن. ایت دبی پیغمبر دکنه یعنی. خو عاجز ناکه کورا سری ناخه نابد چه بی ادبی شخوده ناترسید فدی ناکی تا چه کیف آخوشی کریه تی خرما جاری ماله بخوی دکنه وکا بیجه رحمه که خواده لیاتی رحمه او قصا اخلاق پیغمبر خوشبه علیه الصلاة والسلام. كذلك يأتي إليه الشاب ويطلب منه أن يسمح له بالزنا، فالصحابة يحبوا أن يضربوه، كيف تأتي وتطلب من النبي بأن يسمح لك بالتزني؟ فالنبي يقول اتركوه، ولكن بالحكمة يقول أترضاه لأمك لأختك لهكذا الأقارب، فهو يقول لا والله. فكذلك الناس لا يقبلون. انظر إلى الحكمة بشكل بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم يتدرج معه، وفي الأخير يضع يده على صدره هكذا ويقول اللهم كفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. الرحمة هكذا أسلوب لطيف، وتدعو له في النتيجة الرجل يتوب إلى الله ويخرج ما في قلبه من طلبات الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم يعامله باللطف ويدعو له ويضع يده على صدره بهذا الدعاء. نبي أرسله الله رحمة. تشتكي ديجي تسع كو أخلاقي وش أخلاقي كي خوش روك يكتي دبي يا رسول خدا إذن عمدت خازم زنابكم زنا تشتكي بربيسة إسلام قد جي حسناك قناكي ما زنا وتهرش پیغمبر بيجي إذن عمدت زنابكم ده هم مستر صحابات خازن ليخنا رادم بيا وكا بيجن بي أدب تشد بيجي فرداوي ده پیغمبر دبي بسكنن دبي وقت رودني دبي تتخوازي يك بدايكا ترى زناي بكت بين أول أزنا خازم بخوش کاترا از ناخوازم خاط کاترا ناخوازم مد کاترا ناخوازم پیغمبر به ملت جی ناخوازه کس که بدیا وان را زنا بکه خوش وان را بکه خال یعنی ناخوازن بچه برحمتکی ابیات به تمام یا رسول خدا داوی پیغمبر دست خدا سرسنگاوی دبی یا ربی دگونی و عفو بکی تقلبی و پاک بکی تناموسایی بپارزی تا حسن فرجه و فرج یعنی ناموسا و جی عورتی بی تبي بپارزی زنانکه اف صحابه توبت که خلاص بو انسان کی پاک و افندی یعنی اقصا اخلاق پیغمبر خوش بو علیه الصلاه والسلام رحمه به هر کسی تکرب یا بزانبن. النبي صلى الله عليه وسلم هناك ملاحظه اخرى الرحم هكذا ترحم الناس تحاول ان تربطهم بالايمان ولو يكن بحبل بسيط. الصحابه مره ياتون اليه ويشتكون رجلا من الصحابه يصلي ويعمل عمل مخالف للاسلام أكيد ليس زنا ولكن ربما أمر لا يناسب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فإنه يصلي لعل صلاته ينهاه خليه يستمر. فهم يتمنون أن يقول له الرسول اترك الصلاة فما دمت تفعل هذا لا تصلي يشدد عليه، ولكن النبي رحمة منه يقول يعني دعوه فهو ما دام يصلي الصلاة يوم من الأيام سيصلحه ويسحبه إلى الطريق الحق، وبعد أيام يأتون ويقول يا رسول الله قد ترك ما كان يفعل، فيقول ألم أقل لكم بأن صلاته ستنهاه؟ خلاص فما دام يصلي الصلاة هو الإيمان، طرف الإيمان مع الشيطان في حرب، فالإيمان الصلاة سيقوي الإيمان، فبعدما يقوى الإيمان الشيطان يكون مغلوبا سيترك ما كان مخالفا. أحيانا ترون بعض الإخوة يبيعون الحشيش تحت الجسر ويصلي في المسجد، قد يقول هذا أتى إلى المسجد لماذا يأتي؟ حاولوا أن تسحبوا إلى المسجد، طبعا خلي عينكم عليه ربما لا يعمل خطأ في المسجد ولكن فليصلي، صلاته قد يمنعه يوم من الأيام ويترك ما كان يفعل
ويستمر على الصلاة. هذا الرحمة. النبي هكذا كان يعامل الصحابة. تشتكي دي پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام انسان گناهکار ما گویا شخصی که ظلامه که روزه که صحابتین شکایت اوید کن بیا رسول خدا والله فلان کسی حوال ما لمجید که او بیتشته نباشید که تشتکی باش نه او دخوازن که پیغمبر جرا بیجه جوان را بیجه هر برا المج نکه دی مادام توی که مانید که المج نکه پیغمبر بیجه نه دست جبردن ایروکی توبه بکه ایروکی برس الرای حق اب ظلامی هانه پشت دمکی توبت که صحابت بن یا رسول خدا والله وای توبه کردی دیوی که مانی ناکه دبی مجبورا نگوت ای لمجاوی وی راست بکه لمج انسان راست که خوازم جوارا بیجم چه دمک و شخصا که دید هات لمج کرد و که مانی کادیل دروا کرد بقرکاوی نکرد نبجن ای کافر ای منافق ای خراب چما بیاد کی نه بلکی روزه که لمجاوی وی راست بکه بلکی لمجاوی روکی وی هدایت بکه بلکی روزه که جبر خاطر وی لمجانه ببه انسان کی راست انسان کی دریا خدا دا برا دل و انسان بشوته بانوان بکن براورن ملت دور نخینن رب العالمین متى هداية واصلاح بك ان شاء الله ورحمه خل ما بك نرجو الله ان يجعل في قلبنا رحمه على الناس وعلى الدواب وعلى كل شيء وأن يجعلنا نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم في حسن المعاملة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.